سلام البنات، صباح الخير عليكم. كي صبحتوا لاباس؟ نتمنى ان شاء الله تكونوا مزيان. اليوم غندير لكم هذا الروتين ولا هذا الفيديو هذا فريمون خصكم نايضه مفرشخه نايضه بحال ملوحه من السيزيام، ولكن بغيت ندير لكم هذا الفيديو هذا باش كاع الامهات يعيشوا معايا اللحظه ويعيشوا معايا كيفاش كنعاني فاش غنحيد لبنتي السكاتة اولا المصاصه اولا اللهايه، المهم كل واحد كيفاش كيقول لها. اول حاجه غادي نبدا بها هي اللهايه اولا السكاتة، عندها الفوائد ديالها وعندها الاضرار ديالها، يعني كاينين مزايا وكاينين عيوب. اول حاجه علاش حنا كالامهات علاش كنلتجئوا من بعد الولاده للسكاتة؟ حيت فريمون اول حاجه كتهدئ وكتخلي طبيبيا البيبي انه ينعس دغيا، يعني ما كيبقاش يبكي. هما كاع لي بيبي كيبكيو، يعني ولو تهزيه ولو طبطبي عليه ولو تديبيه في ظهرك ولو اي حاجه، ضروري البيبي كيبكي على الاقل ديك 5 دقائق قبل ما ينعس. كيكون النعاس ديالو حار كما كنقولوا حنا بالدارجه ديالنا، كيكون النعاس حار، دونك نورمال انه غيبكي قبل ما ينعس. كما قلت لكم عندها الفوائد ديالها وعندها الاضرار ديالها. غنبدا لكم بالفوائد ديالها علاش حنا كنلتجئوا ليها. اول حاجه هي التهدئه، يعني حنا كنلتجئوا ليها حيت كتهدئ لينا الطفل ديالنا ودغيا كينعس، كتساعدوا على النوم وكتساعدوا على التهدئه ديال النفس ديالو بلا ما تحتاجي تطبطبي عليه اولا تغني ليه اولا تنعسي. يعني هذه راه ماشي غير مزايا، هذه راه كتحلم بها كل ام، ان البيبي ديالها ما يكونش مرتبط بها في النوم ديالو، يعني دغيا ينعس بلا ما تبقى هي غني ليه وطبطب عليه وهذا والبكا من الفوق. كما كتعرفوا البيبي في الاول، يعني في ديك الشهرين ولا 3 شهور الاولى كيكون فيه واحد المغص كما كنقولوا حنايا، واحد الوجيع كيجيه عادي في الكريشه ديالو. فاش كتكون عنده السكاتة كتخفف من هذاك الالم، علاش؟ حيت كيبقى ينسى، كيبقى يمص ديك اللهايه وكينسى دوك المغص ولا داك الالم اللي كيكون عنده في البطن ديالو. والحاجه المهمه البنات اللي علاش انا شخصيا استعملت لبنتي اللهايه ولا السكاتة، كنت بحث كاين واحد النوع ديال الاطفال كيعانيو من الموت المفاجئ اولا الموت الصامت. يعني كاين البيبي اللي كينعس الصباح الوالده ديالو الله يحفظ كتلقاه ميت. شنو هما الاسباب ديالو؟ كتلقاي ان البيبي كينسى يتنفس. هذا المشكل كيكون في الشهر الاول ديال البيبي، كينسى انه يتنفس كيموت. دونك فاش كتكوني عاطيه السكاتة، ديك السكاتة كتخليه انه يتنفس وكتساعدو على التنفس، حيت في الشهر الاول كتكون عندهم واحد الصعوبه في التنفس. وكاين بيبي كما قلت لكم اللي كينسى انه يتنفس وكيموت، وهذا هو اللي كيتسمى الموت المفاجئ اولا الموت الصامت. والحاجه الاخيره في المزايا ديالها اولا في الفوائد ديالها هي انها كتخلي الدماغ اولا المخ كيفرز واحد المواد كيساعدوا على التهدئه وعلى النوم. يعني انا صراحه بحثت في هذا الموضوع هذا ولقيت بان بزاف ديال الاطباء وبزاف ديال العلماء اللي داروا دراسات ديالهم على هذا الشيء هذا، لقاو بان السكاتة كتساعد في افراز واحد المواد في الدماغ اولا في العقل ديال الطفل باش تحاول انها تهدئه وتخليه ينعس بسرعه. يعني عوض ما يبكي 5 دقائق او 10 دقائق عاد ينعس، كينعس بواحد السرعه. واجيو دابا تشوفوا العيوب. ودابا كما قلت لكم غنمشيو المساوئ ديالها اولا الاضرار ديال الهايه اولا السكاتة. اول حاجه الا استعملتيها للطفل قبل من 10 ديال الايام، يعني من بعد ما تولد قبل من 10 ايام استعملتيها ليه، ما كتخليهش انه يرضع رضاعه طبيعيه من الام ديالو. علاش؟ حيت كيولف هذاك السيليكون اولا كيولف هذيك الهايه، يعني يقدر انه يرضع في البيبرون في الرضاعه اكثر، ولكن الرضاعه الطبيعيه كينقص حيت كتجيه صعوبه انه يرضعها وما كيرضعش من الام. اذا هذا هو اول حاجه اللي خايبه في الهايه.
تاني حاجه كتزيد من الالتهاب، يعني كتسبب التهاب ديال الاذن الوسطى. علاش؟ حيت عندنا حنايا هنايا واحد القناه بالافرازات ديال اللعاب، يعني الدفال في الفم، كيبقى داك الدفال في الفم مع اللهايه مع السكته كيفرز كيوليو واحد الميكروبات، يعني كيدخلوا الجراثيم والميكروبات. وعندنا واحد القناه هنايا اللي كتحل بالمص، يعني هذاك لو في ديال ان الطفل كيمص كتحل هذيك القناه وكيدوزوا البكتيريا الاذن وكتمرض ليهم. يعني كيكونوا الاطفال اللي كيستعملوا اللهايه ولا المصاصه هما اكثر عرضه لالتهابات الاذن الوسطى بالجراثيم، وحتى المعده كتمرض لهم التهابات المعده. مهم بزاف ديال الالتهابات. علاش؟ حيت كيدخلوا ليها البكتيريا وكيدخلوا ليها الجراثيم. اللي نزيد نضيف لكم البنات هو انه البيبي ولا الطفل كل ما كيكبر كل ما كيزيد يتعلق بالسكاته. مازال فاش كيكون صغير كتشوفيها انها طاحت ولا شي حاجه كتغسليها وتعاودي تعطيها ليه. اما فاش كيبدا يكبر كتولي طيح ليه هو بوحدو، كيهزها كيزيد يتعلق بها. انا بنتي مالك كنت كنعطيها لها غير فاش كتبغي تنعس، يعني حتى كنحس بها بغات تنعس عاود ما تبكي بزاف كنخشي عليها فما كتنعس دغيا. فيها البكا بزاف والنينان داكشي كنحاول نعطيها لها. لقيت بان دابا ولفتها بواحد الدرجه اللي كتخلع النهار كله هي في فمها، ولات ليا في الليل كتضربها الفيقه كتبقى تبكي، كتبقى تقلب حتى كتلقاها وديرها في فمها وتنعس. كتساعد في العدوى، يعني مثلا غير الا كانت حداك اللهايه وعطستي نتيا مريضه اولا شي حد مريض قاسها اولا كيديرها البيبي فمو ها هو مرض، يعني هي من بعد كتولي زعما الصراحه الاضرار ديالها كيوليو خطيرين بزاف. نزيدكم حاجه اخرى من الاضرار ديال السكاته، النطق. يعني بحال انا بنتي دابا عندها 10 شهور ونص، بدات ديك ماما بابا فاش كتكون فمها ما كتهضرش النهار كله ما كتهضرش. اما فاش كنحيدها ليها كنلقى بانها يعني كتحاول انها تخرج الحروف. اما الا خليتيها فمها ما كتخليهمش انه تطور ليهم المهارات اللغويه ديالهم. يعني بيبي داير السكاته ماشي هو بيبي ما عندوش السكاته، يعني غيضحك بابا تا هادي كيحاول انه يقلد الوالدين ديالو في الكلام. اما الطفل اللي كيكون داير لها فريمون كيبقى غير ساكت، يعني كتهرس ليه هذيك المهارات ديالو ويتطور ويولي يهضر. ولقات واحد الدراسات انه كاين تقريبا 90% ديال الاطفال اللي كيستعملوا الهايات، يعني بزاف البنات. عرفتي اشنا هي احصائيه ديال الاطفال يعني كلهم تقريبا 90% كلشي كيستعمل هذا. ولكن لقاو بان عاوتاني تقريبا 80% ديال الاطفال اللي كيمرضوا في العمر ديال قل من عامين كلهم الاسباب ديالها هي الاوساخ اللي كتجي من اللهايه اولا من السكاته. المهم انا اليوم ما نطولش عليكم، حاولت انني عطيتكم الخلاصه ديال المنافع ديالها اولا المحاسن ديالها، وعطيتكم ديال الاضرار ديالها. دابا غادي تحاولوا تدوزوا معايا هاد النهار هذا وتشوفوا كيفاش غادي فريمون نتعذب مع بنتي. ديجا الليل كله ما نعساتش مسكينه حيت يلاه حيدتها لها البارح، ولكن انا كنتقاتل معاها حيت فريمون بغيت نحيدها لبنتي، ما بغيتهاش انها تعلق فيها اكثر ويولي عندي مشكل. المهم كاينين 3 الخطوات اللي غنديرهم انا شخصيا وغادي نوريهم لكم. اول حاجه خصك قبل ما تبداي هذا الشيء هذا تكون عندك واحد العزيمه قويه. يعني صافي انا بنتي قررت انني نحيد لها السكاته سالينا، ما غنعاودش نردها ليها واخا تبكي واخا ما نعش الليل كله واخا النهار كله ما تنعش هي معليش غتولف، ولكن خصني انا نكون قويه باش نقدر بهذه المهمه هذه. المهم تابعوا معايا النهار. اول خطوه البنات هي فاش تبدا تبكي تقدوا الى عندكم الخل كما عندكم ديروه في شي طويصه ولا في شي كويس وتكبوه عليها بهاد الطريقه غير بحال هكا. وفاش تكون كتبكي عطيها ليها هي راسها غتلوحها حيت داك الخل غادي يجي حامض وغتلوحو. الخطوه الثانيه البنات واللي هي غتشدوا هاد السكاته واخا صراحه بقات فيها غادي تقطعوها بحال هكا
فاش تبكي اولا يبكي الطفل ديالك غتعطيها ليه، غيديرها في فمها فمو، غيديرها في فمو. فاش غيجي يمص غيلقاها بانها ما بقاتش فيها، يعني ما كايناش. ولكن ردوا بالكم راه هاد الا خليتيها ليه الطفل يقدر يتخنق، حيت هذه دابا ما بقاتش فيها هاد سميتو اللي ما غتخنقوش، دابا هكا يقدر يتخنق. المهم ردوا بالكم. المهم هكا باش حتى انت الصراحه يعني ما كيبقاش تقولي والا بكات اليوم نقدر نعطيها لها غير واحد شويه. خصكم تعرفوا بان انا بحثت لقيت بان الدراسات لقات بان الناس اللي كيقول لك لا حيدي السكاته بالتدريج، يعني مثلا الا كانت كتستعملها النهار كله لا، ولي تعطيها لها غير بالليل اولا ولي تعطيها لها غير ملي تبكي، لا صافي خصك تحيديها كما قالوا دفعه واحده، يعني تحيديها بمره من حداها، حيت كل ما كتعطيها ليها بالعكس كتخليها انها تزيد تشبت بها اكثر وكتزيد تبقى تبكي. الطفل يبكي علاش؟ حيت كتبقى عنده في بالو انك باغا تعطيها ليه، يعني فيما بكى غتعطيها ليه اولا فاش يبغي ينعس غتعطيها ليه. دونك لا حيديها مره. غير هو خصك تعرفي بان بحال الى انسان كبير قطع الكابو اولا بزاف د الحوايج، دونك خصك تعرفي بان خصك تعاملي بعطف معاها مع الطفل، يعني فاش يبكي تعوضيه. يعني بحال انا بنتي كتحماق على الفقاس، فاش غتبكي يعني الام غتكون عارفه الوقت اللي الطفل ديالها كيبغي السكاته، غتبكي غنعطيها فقاس، نقدر نعطيها شي حاجه اخرى كتعجبها، نقدر نهزها نضحك معاها نلعب معاها، نشعل التلفزيون ندير لها شي موسيقى نشطح معاها. دونك نسيها في الهايه وبالاخص الوقت اللي انا عارفاها كتبكي عليها. بون انا دابا غتشوفوني شنو غادي ندير. ودابا هاد اللحظه هي اكثر لحظه اللي كنتعصب فيها، هي الوقيته ديال النعاس ديال مالك. دابا انا بدلت ليها، عطيتها ترضع حليبه ديالها ديال مول الغدا. دابا الوقيته ديال النعاس ديالها ومولفه السكاته بزاف. هاد الوقيته ديال النعاس مولفه كنديرها لها فمها، كندير عليها فيديوهات باش كظلم عليها البيت، كنخرج كنجي كنلقاها نعسات. دابا مع حيت لها السكاته عرفتي راه عندها حتى ساعه ديال البكا وهذا عاد باش كتنعس. المهم انا غنوريكم هاد التجربه هادي، غندير عليها فيديو وغتشوفوا كي غتنعس. نيني ماما نيني ماما نيني ماما نيني ماما نيني ماما.
اخيرا نعسات. الصراحه اللي كيقول راه ساهل باش تحيدي السكاته، انا كنقول ليه ما ساهلش. هو ضروري حيت كيكونوا مولفينها. انا بنتي عطيتها ليها في 3 ايام الاولى. انا نصيحه ما تفوتوش فيها العام، يعني الطفل فاش يدير عام خص يكون محيدها باش ما يزيدش يتعلق فيها اكثر. المهم الله يقوينا والله يعطينا صحيحتنا باش نكونوا معاهم وباش نخدموا عليهم. واش غنديروا؟ هذه هي الحياه وهذه هي سنه الحياه. ودابا راكم عارفين اسماء كتموت على اتاي مشحر. المهم حطيت لي واحد الكويس وحطيت لي هذيك الغريبه وهذاك الفقيقيس ونجلس نتكونسونطر مع عظامي ونتصنت المجاجي. يلا مع فيديو جاي ان شاء الله. كنبغيكم بزاف. باي باي عليكم. ما تنساوش لي لايك باش نعرف ان لا فيديو عجبكم. يلا باي باي.